السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا كامل امهنيين. جمعه طيبه للجميع. هبلتوني على هذه الوصفه. اليوم راح نشارك معكم وصفتين اللي هي خبز الفوكاشيا وراح نديروا حشيه معسله كنت وعدتكم بها البارح. الوغ نبداو بخبز الفوكاشيا. اون كتحبوا توجدوه للعشاء نقول لكم خبز بزاف بنين، خبز ايطالي. دونك كما راكم تشوفوا على عينيكم الوصفه من اروع ما يكون وخرج بزاف يشهي، والقوام تاعو يجي قطني ويجي منبل من الداخل. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. حوالي 400 مليلتر من الماء يكون دافي. كاس الاول عمرته كامل والكاس الثاني حابس عند لوتري. لازم البنات هنا يكون الماء دافي. هذا الخبز راح يوالم الناس اللي ما يحبوش الحليب ولا عندهم حساسيه من الحليب. ملعقه ممسوحه من خميره الخبز. عندنا حوالي نصف ملعقه كبيره تاع سكر حبيبات. راح نجيبوا الفوي ونضربوا المكونات جيدا. هذا الخبز ما تسحقوا منه لا عجين لا حتى حاجه. هنا راح نجيبوا الكاس الاول تاع الفارينه، وهنا كل حاجه راهي قدامكم بالميزان. راح نديروا رطل تاع فارينه هكذا حبيباتي. الكاس الثاني دوك اللي ما عندهاش الميزان حبيت يعني ناكد لكم يعني شحال الكاس تقدروا ديروا من كاس فارينه ماشي مدكسه بزاف باش تخرج لكم رطل تاع فارينه. لكن للاسف شريت باكي فارينه تاع ماما لكن صبت فيه 977 غرام، ما فيهش يعني 1 كيلوغرام. هكذا الكاس الثالث كما راكم تشوفوا حبيباتي. المهم نتوما راكم تحسبوا معايا، انا راني نشرح وانتوما راكم تحسبوا شحال من كاس درنا باش تحصلنا على 500 غرام. قلت لكم حبيباتي لما وزنت الرطل تاع الفارينه يعني الحاجه اللي ما عجبتنيش في هذا الباكي تاع ماما بورتون يعني نوعيه جيده واسم يعني ما نديرولوش اشهار، ولكن يعني علاش الباكي لحقنا ماشي رطل سواسوا؟ هذا سؤال يبقى مطروح لانه بقات لي 477 غرام فقط. شوفوا الكميه اللي بقات لي من الفارينه يعني باش تحصلنا على رطل من الفارينه. هكذا حبيباتي كما راكم تشوفوا. هنا راح نخلطوا بلا سباتول ولا بملعقه خشبيه ولا بلا مارينز كيما يعني الشيء اللي كان متوفر عندكم. خلطوا هاد العجينه، ما تستحقوش كامل تعجنوها يعني باليد ولا تعييكم، كل حاجه بالملعقه. هكذا نخلطوا جيدا كما راكم تشوفوا حبيباتي. هنا راح نجيب سباتول باش تسهل لي عمليه تاع باش نلم العجينه نتاعي. وهذه الخطوه يعني راح تكون في بلاصه الدلك والعجن. سيو خلطوا مليح. هنا حوالي 2 إلى 3 ملاعق تاع زيت زيتون. كيما على بالكم خبز الفوكاشيا يحب بزاف زيت زيتون، والاصل تاع الوصفه لازم تكون بزيت زيتون، لكن اللي ما عندهاش جربيه بالزيت واكيد راح يعجبك اكيد. لكن زيت زيتون تمد لها نكهه رائعه. راح نديروا الملح البنات هنا ديروا حسب الذوق ديالكم يعني كيما تحبوا تملحوا الخبز ديالكم. هكذا ندخل هذاك الملح جيدا. هنا نسقم برك العجينه ونغطيها بالبابي فيلم قدام مكان دافئ. انا حطيتها قدام الشوفاج هكذا حبيباتي. ومن بعد نروح نخلوها نصف ساعه بالضبط. بعد مرور نصف ساعه عفوا نجي مباشره نحي لها البابي فيلم ونسيي ندير معاها الخطوات اللي راح تشوفوهم معنا. هاد الاوينه راح نجيب ماء بارد من الحنفيه نشمخ يدي فيه وندير هاد الخطوات من كامل لي كوتي. نرفد نكسل ونعاود نرجع، نرفد ونكسل ونعاود نرجع. العجينه راهي رائعه بالبزاف. هنا كي تلصق في يدي بزاف العجينه نجيب لها شويه تاع الماء نرفدها باش تشوفوها راهي كي الكبده، ولا نقدر نقولوا راهي كي الشحمه. شوفوا البنات العجينه شحال شابه، واكيد نوعيه الفارينه راح تدخل يعني في اللعب. نتوما كذلك اختاروا نوعيه مليحه تاع لافارين. هكذا كسرت لها الخمور بالطريقه هذه. من بعد نروح نغلفها كذلك بابي فيلم اخر ونعاود نخليها قدام مكان دافئ اللي هو شوفاج ولا اي منطقه سخونه في الدار. خلوها زيد تخمر نصف ساعه اخرى الى 40 دقيقه، وتقدروا تخلوها تتضاعف اكثر من هذا الحجم. شوفوا البنات يعني تشوفوا لي بول الداخل يعني فقاعات هكذا يعني تعرفوا العجينه نتاعكم خمرت جيدا. بهذه الطريقه دارت كامل الفقاعات الغازيه لداخل يعني خمرت مليح.
هنا واش راح نديرو، نجيبو لها شويه تاع زيت زيتون نفرغوه من الفوق، ومن بعد نلمو العجينه نتاعنا ونحطوها في صينيه مباشره حتى هي تكون مدهونه بالزيت زيتون. هكذا حبيباتي بهذه الطريقه نحبط لها الخمور ديالها وما نعجنهاش، يعني نحبط لها برك الخمور نكسرها كامل نحبطها لتحت ونديها لصينيه. هاد المره هاد الكميه درتها في صينيه تاع 23 على 23، جاتني شويه طالعه بزياده، تقدروا ديروها في تاع 30 على 23، يعني كبروا الصينيه شويه برك اكثر من هكذا. خبز الفوكاشيا يتعجن بالطريقه هذه ولا يتشكل بهذه الطريقه باصابع الايادي. هكذا حبيباتي بالاصابع، ويبداو تشوفوا معاكم يتشكلوا هذوك النبابل، يعني عجينه كي تكونوا تخدموا فيها تتمتعوا حقيقه. من بعد راح نديروا شويه تاع زيت زيتون من الفوق. هكذا حبيباتي بهذه الطريقه قلت لكم ندير رشه تاع زيت زيتون هكذا. ومن بعد راح نشبحوا هذا الخبز بالشي اللي كان عندكم. اول حاجه درت اعشاب عطريه، من بعد راح ندير طوماط سوري بعد ما غسلتها ونشفتها، نزين بها هكذا عشوائيا، حطوا قد ما تحبوا. لي ما عندهاش دير طوماطيش تقطعها هكذا دي روندل وتشبح بها هاد ولا مكعبات وتشبح بها هاد الخبز. درت هنا شرائح البصل، تحب ديروا اللي تحب ما ديروش سي كيف. دونك اللي كان عندكم تحبوا زيتون كحل تحبوا زيتون خضر، دونك واش كان عندكم تقدروا ديروه. اللي ما عندهاش كامل تقدر دير غير شويه زيت زيتون من الفوق، وفي اصل الوصفه كاين حتى يرميو عليه شويه ملح من الفوق. هذا ما كان ويخلوه يطيب. اكيد هنا تخلوه حوالي 5 دقائق حتى ل10 دقائق اسما يسخن الفور تاعكم. هذا ما كان، ودخلي الصينيه في الرف الوسطاني على درجه حراره 200 درجه. هذا ما كان خلوه يطيب من تحت يتنفخ بيان يديجاجي، ومن بعد شعلي من الفوق يحمر لك وخرجيه وشهيه طيبه. وهنايا الخبز تاعي راه واجد، خرج مفشفش طري ما شاء الله. جربوه وما تندموش. ونقول لكم الملتقى ان شاء الله العشيه في فيديو كامل راكم تسناو فيه. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.